المنتخب اللي فضل طول عمره ما حققش أي بطولة قارية في ظرف ال9 سنين بس مع رونالدو حقق 3. يلا بينا نبدأ. بدأ الماتش ما بين البرتغال وأسبانيا، كل المتوقعين توقعوا إن أسبانيا هي اللي تاخد البطولة. السكواد بتاع أسبانيا أقوى، في نفس الوقت البرتغال مش في أحسن حالاته. أي نعم سكواده قوي وكل حاجة، بس مين يغلب أسبانيا بالقوة دي؟ واللي زاد وغطى إن مدرب البرتغال أسباني وبيلعب قدام أسبانيا في نهائي، ودي أول مرة تحصل في تاريخ أوروبا. تاريخيا على ما أتذكر ما شفتهاش غير مرة واحدة بس، لما سامباولي كسب الأرجنتين. دي رابع بطولة دوري الأمم الأوروبية، الأولى كسبها البرتغال، الثانية فرنسا، الثالثة أسبانيا، والنهائي الرابع كان أسبانيا والبرتغال اللي كسبت البرتغال. وبالمناسبة ده ثالث نهائي على التوالي لأسبانيا، خسر 2 وكسب 1. بدأ الماتش ما بين أسبانيا والبرتغال استحواذ متبادل لحد ما أسبانيا حكم سيطرته على الماتش، مسك الكورة بيلعب زي ما هو عايز. وفي الدقيقة 21 عرضية من لامين يامال تعمل لعبكة ما بين الدفاع، يخش زوباميندي يجيب أول جون ليه ويجيب تاني جون ليه في مسيرته مع منتخب أسبانيا كلها. بس ده ما استمرش كتير، 4 دقايق بالظبط والكرة بتتلعب طويلة، كريستيانو بيستلم بيطلعها على الشمال، بترجع لنونو مينديش اللي جوه المنطقة بيرقص ويخش جوه المنطقة بسرعته ويشوط قنبلة تتفضش يجيب التعادل بيها البرتغال. في الدقيقة 44 وخلاص الشوط الأول بينتهي والناس بتلم أوراقه عشان تبص على الشوط الثاني إيه اللي هيحصل، وريزابال بيخش يسجل الجون الثاني لأسبانيا يخلص الشوط الأول متقدم الأسبان على البرتغال. بالمناسبة ده تاني جول لأوريزابال في نهائي من نهائيات دوري الأمم الأوروبية. مع بداية الشوط الثاني نزل على طول سيميدو مكان جواو مينديش. في الدقيقة 48 برونو بيحط حتة جون بس بيلغيه الحكم على طول الأوفسايد. بالمناسبة دي المرة الأولى اللي البرتغال وأسبانيا بيتقابلوا في أي نهائي في أي بطولة في العالم. في الدقيقة 60 بيحصل حدث مختلف، رونالدو هو الأسوأ تقييما في الملعب لحد قبل الدقيقة 60 والأسوأ قرارات وأكتر واحد بيفقد الكورة في الملعب، ولكن رونالدو قدام الجون ما بيرحمش. كورة بتجيله من نونو مينديش ما بيرحمش، كورة تعدي من كوكوريلا ويخش رونالدو يقابلها ويسجل التعادل للبرتغال. بالمناسبة كتير من اللي بيشجعوا اسبانيا كانوا مستنيين من لامين يامال ده في المستوى اللي هو قدمه النهارده، بس نونو مينديش كان واحد من اقوى اللعيبه في الماتش. نونو مينديش خبى لامين يامال في اوقات كتير من الماتش كان خايف يرقص لان مينديش كده كده هيقطع، فكان بيلعب الاثر ان هو بيرجع ورا وبيسلم وبتاع، بس ده مش مستوى لامين يامال اللي شفناه معاه الموسم ده. وبيستمر التبديلات اسبانيا والبرتغال لحد ما تيجي الدقيقه 86 رونالدو بينزل يقعد على الارض، نفس القعده اللي قعدها في 2016 وهو مش قادر يكمل الماتش. كلنا فاكرين اللقطه الشهيره بتاعه اليورو 2016 لما قعد رونالدو بعد اصابه من افرا بدل بعدها، المره دي نزل مكانه جونزالو رام. من اول دقيقه لحد اخر دقيقه في الماتش كل ما الكوره تروح لكوكوريا الجمهور كله بيصفر عليه. الماتش بيتلعب في المانيا في الاليانز ارينا، اول مره يحصل ان نهائي دوري الابطال ونهائي اي بطوله اوروبيه يتلعبوا في نفس الملعب في نفس السنه. سفرات الاستهجان دي عشان كوكوريا في بطوله اليورو اللي فات لما الكوره جت في ايده في النهائي قدام المانيا ما اعترفش غير بعد الماتش. تنتهي ال 90 دقيقه ونخش في الاشواط الاضافيه اللي بعد دقيقتين بس مدرب اسبانيا عمل تبديل عشان خاطر كان شايف ان منجيزا محتاج له بديل، حد يفوق اكتر واسرع اكتر، لان البرتغال كانت اقوى واشرس في بدايه الشوط الاضافي الاول. هننزل مكانه بيدرو بور، بعدها بيخرج لامين يامال اللي ما كانش موفق خالص وبينزل مكانه بينو لاعب ريال، وبينزل دييجو جوتا للبرتغال بدل ليه. مع الدقيقه 107 بيدرو بورو بيجري في نص الملعب لمع حارس البرتغال متقدم، طهر له نب من نص الملعب، فرقت حاجات بسيطه جدا وكان هيبقى جون عالمي. الدقيقه 109 بيحصل تبديل لاسبانيا هيقلب الماتش كمان شويه، وهقول لك ليه ساعتها. موراتا بينزل مكان اوريزابال وبينتهي الشوط الثاني الاضافي على كده، وال 120 دقيقه كلها من غير اي كوره خطيره في الشوط الثاني الاضافي، وبنروح لضربات الجزاء اللي بالمناسبه فرقتين سجلوا كل ضربات الجزاء ما عدا واحده. التبديل الاخير بتاع الفارو موراتا هو اللي بيضيع وبيخلي البرتغال تحصل على ثاني بطوله دوري اوروبيه، ثالث بطوله في تاريخها، عشان يحتفل البرتغال ورونالدو وانصار رونالدو بالبطوله وهو لسه في السن ده، لسه شغوف ولسه بيعيط ولسه بيتحمس ولسه عايز بطولات ما بيشبعش. المهم دي كانت حلقتنا وده كان نهائي دوري الامم الاوروبيه، خلينا نشوفكم حلقات تانية. يلا بينا، سلام. متنساش شير ولايك وسبسكرايب، وعرف صاحبك كده واعمل لايك ودلعنا في الكومنتات وكلامك بقى، وقول لنا ايه الحلو وايه الوحش عشان نتجنب الوحش ونزود في الحلو. خلينا نشوفكم مره ثانيه، يلا بينا، سلام.